ومساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. النهارده هتكلم عن فيلم لسه نازل قريب، وفيلم بصراحه تصوير واخراج وقصه جميله جدا جدا جدا. هو طبعا بطولة راسل كرو، فيلم رائع اسمه ذا بوبس اكسورسيست. الفيلم ده اللي هو طارد الارواح الشريره المبعوث من البابا. فيلم جميل كده بيتكلم عن الاشباح والارواح، فيلم حدوته كده ملناش دعوه بيها. انا مش بتكلم عن فيلم خالص او بعيبه، او انا مش شخص سينمائي عشان بتكلم في الحته دي. انا بتكلم في الماورائيات، ايه اللي ورا الفيلم ده. القصه من الفيلم ده ان هما بيتكلموا ان محاكم التفتيش اللي حصلت في اسبانيا ما كانتش بامر من الكنيسه، لا ده طلع في الفيلم ان قال ايه الشيطان كان متلبس في بعض القساوسه وهم كانوا بيحاربوه يا عيني، واضطر ان بعض القساوسه اللي تلبسهم الشيطان هم اللي بيعملوا مجازر التفتيش ومحاكم التفتيش اللي انا اتكلمت عنها في حلقه محاكم التفتيش اللي هنشوفوها دلوقتي واسيبها لكم في البايو. محاكم التفتيش دي كانت اقذر حاجه حصلت في العصور السوداء بتاعت اوروبا. كانت محاكم هنقدر نشوفها، راجعوا الحلقه بتاعتها وانتوا هتعرفوا يعني ايه المسلمين فقدوا اكتر من 300,000 بني ادم في محاكم التفتيش دي. فانتوا جايين النهارده في 2023 تقنعونا او توهمونا ان قال ايه محاكم التفتيش دي جت بامر من الشيطان مش منكم. لا، دي هتفضل نقطه سوداء في حياتكم، وهنفضل نعرفكم ان انتوا السبب فيها مش حد تاني. وبس كده. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه. بصوا بص على المصادر. وبس كده يا سيدي.